ممكن اعرف هتواجهي ازاي العيد بشعرك ده؟ لا مش عارفه ايه. خلاص اهدي ما تزعليش، انا عندي الحل. خلاص اهدي. خلاص اهدي. 2 3 توفي. ايه ده؟ ايه القمر ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مين اللي عمل لك القمر ده؟ هاتي بوس. شكرا. جاهزين تشوفوا معايا روتين لولي للعيد؟ يلا بينا. مجموعة توفي اللي حرفيا من اول استخدام هتغير حياتك. هنبدأ بأول حاجة شامبو توفي، ودوت مناسب لكل الأعمار. وانا بقى جبت لهم شامبو توفي اللي بزبدة الشيا، لان ده اكتر حاجة كانت مناسبة مع شعرهم، وبيحتوي على رغوة جوز الهند وزبدة الشيا والبنسينول، فبينضف فروة الراس ويخلي الشعر طري مش هايش. وعايزة اقول لكم كمان ان هو ما بيسببش دموع، وكمان ما بيسببش ان الشعر يبقى ناشف وجاف بعد غسل الشعر. ونيجي بقى لتاني حاجة الكونديشنر بزيت الجوجوبا، والبنسينول بيخلي شعرهم طري وناعم جدا من اول استخدام. هو حقيقي المجموعه من احسن الحاجات اللي جربتها لمنع الهيشان عند هالة، وحقيقي بيدي لمعه والفرق بيبان من اول مره. ونيجي بقى للهير ماسك، وده بقى بيغذي الشعر وبيرطبه ترطيب عميق، وده لانه بيحتوي على مجموعه زيوت طبيعيه. توفي اجمل شعر هتشوفي. من النهارده مفيش اي خوف، شعر ولادي. اما الشاور جل بقى تقدروا تستخدموه من عمر يوم، وكمان هو مش بيسبب اي دموع ولا جفاف، وده لانه متكون من مواد طبيعيه زي جوز الهند والجليسرين. مرحله ما بعد الشاور، وهو طبعا توفي كده، وده احسن اختيار ممكن تختاروه لشعر اطفال. كمان هو بيحتوي على زيت الجوجوبا واللوز الحلو، وبيسلك الشعر بكل سهوله وقت التسريح، وبيمنع التشابك وبيقلل الهيشان. وكمان لو بنتك او ابنك شعرهم كيرلي تحفه للكيرلي. ما تنسوش كمان كل منتجات توفي كيدز ما فيهاش اي مواد ضاره تخافي منها على اطفالك. هسيب لكم اللينك في الكابشن عشان تقدروا تطلبوا منه قبل العيد.